السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله. النهاردة جيت لكم بوصفة جميلة جدا. هنعمل باتيه الأفران، بس هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادي، وهيطلع معانا هش ومورق ومن غير اي مقادير كتير. يلا يا حبايبي، بس اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. دعمكم ليا هيرفع القناة، وشكرا على كل اللي حاطين لي لايك واشترك لي في القناة. ونسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف احلى واجمل باتيه هيطلع معانا هش وجميل جدا. عملناه ازاي؟ يلا على طول على مقاديرنا. اول حاجة انا هنا عندي بولة، هنزل بقى بكوباية من الحليب الدافي، وبعدين ربع كوباية من الزيت. بس انا عاملة خليط بين الزيت والسمنة، المتاح عندك والمتوفر حطيه. ومعلقتين من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض، ولازم نتأكد من جودة الخميرة بتاعتنا. وخلاص قلبنا كل المواد السائلة مع بعض. يلا ننزل بقى بالدقيق بتاعنا. الدقيق اللي انا جبته ده متعدد الاستخدامات، نخلته كويس جدا. وبعدين هنزل بقى على المواد السائلة بتاعتي، وعليه نص معلقة من الملح. هنقلب كده بالمعلقة بتاعتنا، وبعدين بايدينا بقى ونعجن لحد الدقيق بتاعنا ده ما يختفي تماما. وهنعجن، ولو احتاجنا مية هنجيب مية دافية، ولو عايزة تستغني عن المية الدافية دي بحليب، كملي المقادير بتاعتك بالحليب. بس هنا انا هعمل ايه؟ هكمل بالمية الدافية. كل ما نحتاج مية، مش هننزل بالكمية كلها مرة واحدة. هنعجن، وكل ما نحتاج ننزل ايه بحب. المعجنات بتحب ايه؟ العجن، عشان يديكي نتيجة ممتازة. وخلاص كده قعدنا نعجن لمدة 10 دقايق لحد العجينة بتاعتي بقت جميلة بالطريقة دي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، مش قاسية ولا طرية ولا بتلزق. شايفين؟ هو ده القوام المطلوب. هنبدأ بقى نغطيها ونسيبها لمدة نص ساعة حسب درجة الحرارة لحد ما تختمر تماما. بعد ما تختمر بقى، هنا بقى على ايه؟ على رخامة او ايه، مفرش سيليكون كده. وهننزل بالعجينة بتاعتنا دي، هنقسمها نصين. طريقة الباتيه سهلة وبسيطة، ولما نيجي نجرب وأول مرة نعمل، نجيب نص كيلو، نعمل كمية قليلة، ولما تدينا النتيجة الممتازة اعملي الكمية اللي انت عايزاها. لما تيجي تجربي، جربي في ايه؟ في كمية قليلة. وهنجيب نص العجينة وهنفردها بالطريقة دي على المفرش السيليكون. وعندي بقى بايه؟ بالنشابة. وهنبدأ نفرد العجينة عشان مرتاحة كويس جدا، هتتفرد معانا بكل سهولة. وبعد ما فردناها بالطريقة دي، هنعملها كده مستطيل. شايفين العجينة ايه؟ بتتفرد معانا على طول. بعد ما فردناها هنا بقى بسكينة، وهنبدأ نسويها عشان تبقى مسوية معايا من كل ايه الجوانب بتاعتنا. هنبدأ جانب جانب كده، انا عايزاها مستطيلة ومساوية. كده خلاص احنا سوينا العجينة بتاعتنا بالطريقة دي. يلا بقى نكمل الطريقة. عندي هنا زبدة، عايزة تعملي بسمنة على زيت المتاح،
هنا خليها سايحة بدرجة حرارة ايه الغرفة بتاعتي. وهنبدأ كده نوزعها، بس هنسيب حوالي عقلتين من الصباع، وهنبدأ كده نوزعها. بعد ما وزعناها واتوزعت معانا بالطريقة دي، هنبدأ بقى نجيب الجبنة. هنجيب جبنة بس ما يكونش فيها سوائل كتير عشان ما تعجنش معايا الباتيه. هنجيب الجبنة اللي القديمة دي، وهنبدأ بقى نوزع الجبنة بتاعتنا في الباتيه. بعد ما وزعناها بقى هنلفها لور، بس هنضغط عشان الحشوة بتاعتنا ما تطلعش من بره، وبالراحة خالص. وهنبدأ نلفها، هتتلف معاك بكل سهولة. وهنبدأ بقى في الآخر هنقفلها على بعض. بعد ما قفلناها كده، يلا نجيب بقى القطاعة بتاعتنا او السكينة، وقطعي المقاس اللي انتي عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، متوسطة، براحتك خالص. وهنبدأ نقطعها بالطريقة دي، واعمليها ويديها لأولادك بقى وهم رايحين المدرسة، هتبقى جميلة جدا. شايفين عاملة ازاي؟ هنبدأ بقى نجيب صينية او صاج ونرص فيها الباتيه بتاعنا ده. وهنخلص الكمية بتاعتنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما خلصنا الكمية، انا جبت صينية عشان الصاج كبير عليهم، هسيبها بقى تختمر، وهنغطيها بايه كيس تلاجة. وبعد ما اختمرت هنعمل ايه؟ هنجيب صفار بيضة على ايه نص كوباية كده من الحليب او معلقتين من الحليب، وهنبدأ بقى ندهن الباتيه بتاعنا ده. وبعد ما دهنا الباتيه، عندنا بقى سمسم حبة البركة هنوزعه عليها. وانا بعمل ايه؟ بوزع السمسم كده، انا مسخنه الفرن بتاعي على درجة حرارة 190. هنحطها بقى في الفرن بعد ايه ما نوزع السمسم وحبة البركة. عايزة تعمليها بسمسم بس، عايزة تعمليها بحبة البركة، اللي انتي متاح عندك اعمليه. عايزة تعمليها من غير اي حاجة إيه براحتك خالص. وبعدين هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 190 لحد ما اول ما تحمر من تحت وما احمرتش من فوق. هنعمل ايه؟ هنولع الشواية لمدة دقيقة لحد ما ايه تدينا اللون الذهبي الجميل ده. خلاص، بسم الله ما شاء الله، شايفين طالعة بالجمال والحلاوة ازاي؟ اعمليها بقى وقدميها لأطفالك وبالهنا والشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناة. اسيبكم في رعاية الله وأمنه.